خير. الناس اللي وصل لها اللايف يقول لنا الصوت شغال ولا لا؟ كده شغال. مساء الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الناس بتقول الصوت واطي شويه، اعتقد كده الصوت احسن. بالهداوه مش بالقساوه، ده موضوع النهارده. بنتكلم فيه عن التربيه، وان احنا كلنا بنربي بالقساوه وبالصوت العالي، وبنظن ان احنا بالتربيه دي بنكون ناجحين، فبيغلب على أسرنا أو كل اللي احنا اتربينا بيه هو الصوت العالي والنقد والتوجيه وإصدار الأوامر والكثير من النصح والإرشاد، واستخدام أسلحة قصيرة المدى زي القرص، واستخدام أسلحة طويلة المدى زي انتوا عارفين، وأسلحة كاتمة الصوت. وبنربي أولادنا دايما على توجيه الأوامر بشكل مستمر، مش عارفين إن ده نوع من التربية السلبية، لأن في تربية إيجابية قائمة على التشجيع والتركيز على الإيجابيات، وفي تربية سلبية قائمة على التشجيع أو التركيز على السلبيات. فلما بنركز على السلبيات بنلاقي السلبيات بتزيد والإيجابيات بتقل، لما بنركز على الإيجابيات بنلاقي إن الإيجابيات بتزيد والسلبيات هي اللي بتقل. كمان إن إحنا لما بنربي أولادنا بنقيس تربيتهم باللي إحنا اتربينا عليه زمان، يعني من خلال اللي إحنا شفناه زمان أو من خلال المراحل العمرية اللي إحنا شفناها، فبنبدأ إن إحنا إيه نتعامل معهم بهذا المنطلق، ناسيين ان احنا المرحله او مرحله المراهقه حاليا اقدر اقول لكم ان هي بتبتدي من 8 سنين. من 8 سنين بمعنى ان دلوقتي اطفالكم المراهقين ممكن يبداوا يحبوا، يحصل عندهم تغيرات نفسيه وفكريه واجتماعيه وهم عندهم 8 سنين. النهارده اللايف مش هطول عليكم، على السريع كده، لكن لازم تظهر في مرحله المراهقه 3 حاجات. ال3 حاجات دول اساسيين وطبيعيين هم يظهروا. اول حاجه عصبيه وعنايه تمرد. العصبيه ان الطفل بيحصل عنده تغيرات ما بين مرحله المراهقه، فبيبدا يشعر ان هو بالنسبه له لازم يبدا يثبت ذاته، فعشان يثبت ذاته لازم يبين قد ايه ان هو ولد مهم، ان هو شخصيه وانه ذو استقلاليه وانه كلامه لازم يمشي، فبالتالي بتلاقيه دايما يتمرد. هل ده طبيعي؟ ده طبيعي. طبيعي انك انت تشوف ابنك بيتمرد، يعني بيحاول ان هو يبين قد ايه ان هو عايز يعني رأيه اللي يمشي، وعايز انه يبان مهم، وعايز يبان ان هو مش مسيطر. لكن عايز اقول لكم، طبعا اول بشكر الناس، انا شايف 300 نجمه اتبعتوا، لسه ما شفتش مين لان انا هشوف بعد ما اخلص اللايف، لكن ميرسي طبعا مبدئيا. اكبر خطأ بنقع فيه كلنا كأسر ان احنا بنقيس احترامنا لاولادنا نتيجه لقيمتهم الاكاديميه، يعني مستواهم الدراسي. فتلاقي الولد اللي بيحل واجبه، تلاقي الولد اللي هو بيبقى مثلا بيسمع اللي بيجيب درجات عاليه، ده المحبوب بالنسبه لنا. طيب، غير كده غير كده هو بيبقى ولد مش حلو. احترام الابن بينبع من قيمته الانسانيه وليست قيمته الاكاديميه. الجانب الاكاديمي ده مرتبط بالقدرات العقليه بغض النظر عن قدراتهم الفرديه. يعني ممكن يكون ابنك او بنتك ربنا اداه قدرات عقليه معينه، انت لما بتضغط عليه بتقلل القدرات دي، انت مش مدرك ومش واعي ان ربنا حط فيه القدرات دي، يعني انت مش هتقدر تعمل حاجه. بل على العكس تماما،
لما انت بتركز على القدرات العقليه بتقل مش بتزيد. يعني لو ابنك ولا بنتك جاب 80%، او مثلا ده في ناس ابنها بيجيب 90% و95%، فيبداوا يقولوا له راحوا فين ال 5%؟ راحوا فين ال 10% دول؟ فتبدا تلاقي الطفل السنه اللي جايه ينزل الدرجات، لان احنا ركزنا على الجانب السلبي مش الجانب الايجابي. فلما بركز على الجانب السلبي بيحصل ايه؟ بيحصل ان السلبيات هي اللي بتزيد والايجابيات هي بتقل. لان انا بحسس الولد ان هو تحت ضغط نفسي وان هو غير مقبول. فتلاقي الامهات اللي عندها هوس بالتعليم اولادهم بيطلعوا معقدين نفسيا، فبيطلع عندهم مشاكل نفسيه، مشاكل في الدراسه، فبتلاقي عند الامتحانات بيخاف ويترعب، والولد تلاقيه يرجع وتلاقيه يحصل له مشاكل كتير. ليه؟ لان التربيه السلبيه بتاعت مامته وتركيزها على انه يجيب درجات عاليه يبدا ان هو يضعفه. هتقول لي انا مش بركز، هقول لك مجرد ما انت بتقولي له شد حيلك ذاكر كويس، جاوب على السؤال السهل وسيب الصعب في الاخر، كميه الارشادات دي بتوقع الولد مش بترفعه، بتوقعه. التربيه الايجابيه قائمه على التشجيع وليس العنف. دور الوالدين في الاول هو توفير الحمايه والاستقرار النفسي لاولادهم. صعب جدا ان يكون في طفل سوي في اسره غير سويه، والتشجيع ده بالغ الاهميه. وخلي بالكم لما انتوا بتركزوا على الجانب الاكاديمي بتلاقي ان الجانب الاخلاقي بيقع، الجانب الفكري بيقع، الجانب الانساني بيقع، حتى الجانب البدني بيقع. فانت عندك او انت عندك هستيريا من ان الولد يطلع متميز في المدرسه، وبالتالي بتضغط عليه، واصل الواد مش بيحل الواجب، اصل الواد لو سبته هيلعب طول اليوم، اصلي واصلي. ولدرجه ان احيانا انا بشوف امهات بامانه بلا مبالغه، لا يا هانم ابنك هيروح مصحة بسببك، هيدخل مصحة. فبيحصل ايه؟ فبيحصل انه صدقوني ممكن الولد فعلا يحصل له كده بسبب الضغط النفسي الرهيب على الولد في الموضوع ده. فخليكم تركزوا في الجوانب النفسية والاجتماعية اكتر من الجوانب الأكاديمية، لأن الجانب الأكاديمي فيه جزء موهبة ربنا خلقه فيه. جزء الموهبة اللي ربنا خلقه فيه هو اللي بيرفعه وهو اللي بينزله. عام 2014 عملوا إحصائية في مصر، الإحصائية قالت إن 93% من الأطفال من عمر سنة ل 14 سنة تعرضوا لممارسات عنيفة، ضرب. تخيلوا يعني 93% من الأولاد من سن سنة ل 14 سنة تعرضوا لضرب، تعرضوا لإهانات، سواء في المدرسة سواء في الأسرة. فكل ده بيعمل أزمة في التربية. وخلي بالكم إن الطفل بتتكون شخصيته في أول 6 سنين من حياته. يعني مثلا الطفل لما أنت بتضربه من أول 6 سنين بتلاقيه إن هو ممكن يطلع نرجسي عشان تبقوا عارفين، ممكن يطلع شخص سيكوباتي عشان تبقوا عارفين، مؤذي المجتمع، يتلذذ في الضرب، ينتقم، يطلع مش عنده مشاعر، يطلع مش عنده حسيس، يطلع يشعر إن هو غير مقبول. وخلي بالكم من سمات الشخصية النرجسية إن هو بيشعر إن هو غير مقبول، فبالتالي مش بيبقى مقبول غير لما يوصل لليميت معين من التشجيع، انه مهما عمل احنا مش بنقبلك غير لما تبقى في المنطقه ديت. فيبدا الولد ممكن يعمل افلام لخياله. بتشوف الولد لما يجي في المدرسه يقول لهم انا بابايا وكيل وزاره، انا بابايا مدير كذا، انا بابايا كذا كذا. ليه؟ لان هو حاسس ان هو غير مقبول. احاسيسه النفسيه انه غير مقبول بتخليه يبين للناس عكس هويته. ده نتيجه ايه؟ عدم القبول، لانه اتربى من الاسره انه مش مقبول غير لما يبقى زي ابن خالته او زي اخوه الصغير، لان ابن خالتك بيطلع اذكى منك واشطر منك. على فكره انت اشطر من ابن خالتك حتى لو انت بتقول له كده، ما دي مقارنه. يعني ناس فاكره ان المقارنه انك تقول له انت اغبى من ابن خالتك، انت اغبى من اخوك. لا خالص. لا، انت لما تقول له على فكره انت تقدر تبقى احسن من ابن خالتك، طب ما هو ده مقارنه. فبيبدا الطفل ان هو ما تقولش اصل هو ليه عنيف مع اخوه، ليه عنيف مع ابن خالته، ليه عنيف مع كذا، لان انت حطيته في مقارنه فبيقبلش الهزيمه.
عشان كده ما تلاقي لعيب كوره عنيف وتلاقي لعيب كوره بيضرب وهو فاكر ان هو اصل احنا ما بنقبلش الهزيمه، زي اقول لك اصل النادي الاهلي ما تعودش انه يتهزم. دي حاجات غير سويه، دي تربيه غير سويه. لان الروح تبقى في المكسب والخساره، ان انا ببتسم عند الخساره، لان لو ما قبلتش الخساره هخسر تاني. فانت لما تيجي تقول لابنك انت ليه جبت 90%، انت فاكر نفسك ان انت بتحفزيه، تقول له لا المره اللي جايه هتجيب 95، صدقيني المره اللي جايه هتجيب 70. ليه؟ لان انت ركزتي على السلبي فبيبدا يقل السلبي. فدي تربيه مش مبنيه على التشجيع، وانت بتستخدمي ذكائك وفاكره نفسك ذكيه، ما تعرفيش ان انت بتوقعي ابنك بالشكل ده. عشان كده تتكون شخصيه الطفل في الست سنين الاولى من حياته، وتنتهي براءة الطفولة بشكل رسمي عند عمر ال8 سنوات. أعتقد على أيامنا إحنا كانت براءة الطفولة بتنتهي عند عمر ال25 سنة. دلوقتي بتنتهي عند ال8 سنين. ليه بقى؟ لأن خلاص بيبدأ إن الولد بيكون له شخصية، بيكون له كاريزما، بيكون ليه كارير، فخلاص بيبدأ إن هو الولد تظهر عليه علامات المراهقة. دور الأسرة هنا إيه؟ أول حاجة الضبط النفسي والاجتماعي، احترامهم وتجنب السلوكيات السلبية أمامهم، عدم التحكم، ما تتحكمش في مدرسته، في كليته، في دراسته، في ألعابه. إن أنت مثلا تجيبي حد عشان يقنعه إنه يخش الكلية الفلانية عشان دي أنسب بالنسبة له، أو يختار الرياضة دي عشان أنسب بالنسبة له، أو يختار المادة دي عشان أنسب بالنسبة له. لا خالص، أنتوا كده بتهدموهم. لأنك أنت لما تختاري له ده تحت بند إن أنت فاهمة وعارفة أكتر منه، الولد هيقع منك. الولد هيقع منك. كل واحد ليه كارير من البداية. بلاش التوجيهات الكتير، لأن التوجيهات الكتير بتهدم شخصية الطفل. التوجيه الكتير زي مثلا إيه؟ تيجي بنتك تقول لها بصي النهارده جينا عندنا ضيوف فعايزك تاخدي بالك، ويا ريت بقى تطلعي تسلمي على الناس، وبلاش تدخلي اوضتك، وبلاش كذا وبلاش كذا، وتبداي تنزلي عليهم بكميه حاجات كتير. قدمي الاكل للضيوف، قدمي الشاي وقت تدلقيه، امشي على مالك. كميه التوجيهات الكتير دي بتفصل الاسره، بتقفلها نفسيا. ليه بتقفلها نفسيا؟ بتقفل الولد والبنت نفسيا لان هو عايز يتحرر من التوجيهات والاوامر والنواهي والحاجات دي كلها. عشان كده الشبع النفسي بيجي من الاسره. اوعى تفكر ان انت كده بتكون حازم. الحزم بدون حنان يؤدي الى التحدي والعصيان. التوجيهات الكتير مش حزم، الكلام الكتير مش حزم. الحزم بدون حنان زي ما قلنا يؤدي الى التحدي والعصيان. الحزم مع الحنان يؤدي بالاطفال الى التعاون. انا بحبك وبقبلك لكن برفض هذا التصرف. لكن انت لو عايز تقدم لابنك حب حقيقي، تعرفوا ان انت قابله بس رافض السلوك ده، وان انت بتعمل له فرح وتنبسط وحفله وهو حتى وهو جايب 50%. هل تقدر او انت كأب او ام عندك الشجاعه، انك مش الشجاعه، عندك التفكير الراقي انك تقدر تعمل احتفال لابنك وهو جايب 50%، 60%، تقول له انا قابلك بدرجاتك دي، انا قابلك بتقديراتك دي، انا قابلك بده، يبقى انت كده بترتقي طفلك نفسيا. ياما في دكاتره، ناس كتير ربوا دكاتره ومهندسين وطلعوا بعيدين عن الراحه النفسيه، وطلعوا ان هم عندهم مشاكل نفسيه ومشاكل سلوكيه وادمانات وحاجات، وما استفادوش حاجه لان هم كان تركيزهم الاول على الجانب الاكاديمي. في المراحل الاولى من الطفوله، ال5 سنين الاولى، الطفل ما بيكونش عنده منطق. يعني ايه ما بيكونش عنده منطق؟ يعني هو من البدايه
مش بيكون عنده المنطق اللي بيخليه يفهم ده لا ده لا ليه. فتلاقيه عايز كل حاجه. لو شفت الطياره دي قلت له انا ينفع اجيبها لك هتلاقيه عيط عليها لانه ما عندوش منطق. فانت لازم في الفتره دي تقبله وتخليه يختبر. يعني مثلا هو ممكن يروح لكوبايه شاي او قهوه عايز يمسكها وهي سخنه، فانت بتبدا تقول له يا ابني هتلسعك. هو مش هيبعد ان هو لسه مش عنده المنطق اللي يخليه يفهم كلمه تلسعك. فتخليه مثلا يلمسها لمس فيبدا الولد يشوف انه اتلسع. فلما يبدا الولد يشوف انه اتلسع يبدا يبعد. مرحله الطفوله هي الركن الاساسي في بناء شخصيه الانسان. كل العقد النفسيه اللي عندكم معظمها من الطفوله. كل الامراض النفسيه والاضطرابات النفسيه والمخاوف النفسيه والحاجات دي كلها من الطفوله. فانت لو عشت طفوله مشوهه تلاقي نفسك انت عندك تشوهات دلوقتي. شفت مشاكل في الاسره بين باباك ومامتك تطلع خايف من الزواج، خايف من الارتباط. شفت باباك قاسي وغايب، ممكن البنت تقع في زوج نرجسي او حد في سن باباها. ليه؟ لان هي تشوهت في الطفوله. فالطفوله هي الركن الاساسي في بناء شخصيه الفرد، وهي الفتره الاولى اللي بيعتمد فيها الطفل اعتماد كلي على والديه في كل حاجه، النضج النفسي والفسيولوجي والعقلي والاجتماعي. كل ده يتكون من خلال الاسره. عشان كده الاسره هي المنظومه الاولى في حياه الطفل، لان بيتعلم فيها لغته واخلاقياته وايماناته وقيمه ومبادئه والتطور النفسي والعقلي. ده كله بيتكون عنده في مرحله الطفوله الاولى. في مرحله الطفوله 6 سنين الاولى مرتبط ارتباط اساسي بتربيه الطفل. فلما تعدي المرحله دي بسلام هتلاقي الولد بيكون احسن، والمرحله الجايه اللي بعدها اللي هنتكلم عليها دلوقتي بتبقى اسهل. فلما بتيجي في البدايه مثلا تلاقي الطفل انت عايز تتحكم فيه من هو صغير، هتلاقي الولد عايز يختار لبس معين، شجعه ويلكم. ايه المشكله لما الولد يلبس القميص اللي هو عايزه ولا البنت تلبس البلوزه اللي هي عايزاها؟ مش لازم تختاري له انت بقى من البدايه بتلغي شخصيته. تلاقي الولد عايز ياكل وحده فياكل، طبعا ياكل رز يودي كل رزايه في حته، فانت زعلانه على السجاده ما تولع على السجاده، سيب الولد يبوظ السجاده. الولد عايز يكون شخصيته. انت من البدايه بتلغي شخصيه ابنك، بتلغي شخصيته لان انت عايزه تتحكمي فيه. هنا بقى بوادر الاستقلاليه اللي انا بمنعها. يعني الطفل لما يستقل او لما يكون عايز استقلال فتلاقيه ان هو عايز يثبت ذاته، يثبت نفسه. الام الشاطر والاب الشاطر يخلوه يثبت ذاته. عشان كده اول كلمه بيقولها الطفل لا. ليه؟ لانه عايز يثبت ذاته. تمام. طبعا هو لما يعند احنا ما بننفذش الطلبات بتاعته. يعني ابني لو عايز حاجه فرمى نفسه على الارض عشان تتنفذ، لا مش بعمل ده لان كده سلوكه بيبوظ. لكن في الحاجات المنطقيه زي اختيار لللبس، زي ان هو عايز ياكل لوحده، الام تلاقيها ماسكه الولد بتزغطه. بالكم من بتزغط وزه، ما تسيبيه ياكل لوحده ولا تاكل لوحدها. كل ده عوامل بتخلي الطفل عنده اعتماديه، وتلاقيه مش هيقدر ياكل غير من ايدك لان انت بقى عودتيه انت تزغطيه. فاشربي بقى يا ستي. فاهمني؟ فابنك لما يقول لا قول له الله ينور عليك. مرحله المراهقه هي المرحله او هي الفتره التي يتقلب فيها مزاج الانسان، والمرحله دي اهم مرحله واخطر مرحله. ليه اهم مرحله وليه اخطر مرحله؟ اهمها لان بتحدد فيها مستقبل الانسان وحضاره الامم. حلوه الجمله دي. الجمله دي انا قلتها من 5 سنين في دي ام سي. فلو لقيته كده هتلاقوا في صدى البلد وكام جريده كانوا كاتبين العنوان ده اللي انا قلته حالا، اللي هي بتاعت مرحله المراهقه هي اخطر مرحله واهم مرحله. اخطر مرحله لان هي بتتحدد فيها مستقبل الانسان وحضاره الامم، واخطرها لانها مرحله تكوين العادات والشلل.
ركزوا بقى. اهمها لان الولد بتتكون فيه الذكاء والقدرات العقليه والمعرفيه. لو هيبقى نجم كوره هتلاقيه يظهر في اعدادي، لو هيبقى ممثل هتلاقي موهبته تظهر في اعدادي. مهمه جدا، خطيره، لان هي بتكون فيها العادات، كل العادات والسلوكيات تظهر في اعدادي. ادمان سجاير، تعال اسال اي حد، باباك مامتك مثلا بتدخل اي حد، قول له انت بدات تشرب سجاير، 90% يقول لك في سن اعدادي وثانوي، ان هي مرحله المراهقه. فلما بتعدي المرحله دي بسلام، ابنك اجتاز المرحله دي بسلام. تمام؟ فاذا مرحله المراهقه هي اهم مرحله واخطر مرحله. مشاكل المراهق، ايه المشاكل بيواجهها المراهق؟ اول حاجه الصراع الداخلي الموجود عنده، تغيرات فسيولوجيه اللي بتتم في جسمه، بيخرج من مرحله الطفوله الى بدايه مرحله النضج، مرحله الشباب، فتلاقي ان هو بيحصل تغيرات. اتنين، عنده انفراد بالاراء، هو مقبل على الحياه، محتاج انه يثبت شخصيته، ما بيحبش يسمع كلام والديه لان هم بيفرضوا رايهم عليه، فتلاقيه عايز يتحرر من الاهل ويعيش مع ذو العمل ويروح الاصدقاء. ليه؟ لان الاهل الحوار معاهم كالاتي: لازم تيجي بدري، صحابك دول وصحابك دول فاشلين وضايعين وابعد عنهم، وانا هختار لك صحاب، وانا هختار لك صحباتك، واسمع الكلام، وهو كده وخلاص، وانت مش هتكبر عليا، وانت ما شاء الله بقيت في طولي، وصوتك خشوشن كده ليه، وتخنتي كده ليه زي العجله. وطبيعي ان هو مش هيطيق شكلكم، لانه صحابه بقى البرنس والكابو والنجم الجيل، فتلاقي ان هم بيقولوا لهم الفاظ بقى انتوا بقى ايه، ما فيش الكلام ده خالص. كمان التقليعات الجديده اللي بيعملها دي طبيعي عنده. يعني تبص تلاقي مثلا بنتك عامله كده تسريحه جديده، فتقول ايه اللي انت، ايه الخلق اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ عايزه تثبت ذاتك كانك ما شفتش حاجه. الولد مثلا يقول لك، يعمل لك زمان كان طالع موضه كده يقول لك رجل الديك ولا على عورة الديك ولا مش عارف ايه، الفتره بتاعت انفلونزا الطيور، كان كل الشباب الولاد عاملين. فبتبقى في مرحله معينه هو عايز يقول لك انا ملفت للنظر، تلاقي الولد يربي شعره، البنت مش عارفه تأفور في الميك اب. ليه؟ لان هي عايزه تقول انا موجوده، لان هي مقبله على الحياه، هو مقبل على الحياه، فمحتاج انه يثبت شخصيته. ولما اهله بيبداوا يفرضوا رايهم، بيبدا من هنا تزيد عنده العصبيه والعناد والتمرد، اللي احنا قلنا في الطبيعي الثلاث سمات دول اوريدي هيكونوا موجودين معاك طول الفتره دي. تمام؟ واكثر مرحله او اكثر حاجه بيمر بيها المراهق في الفتره دي هي العصبيه، ان بيكون عصبي وعنيد عشان يحقق رغباته. تمام؟ وهنا في مشكله بيقع فيها الاب والام، ان هم يقول لك اصل فينا واحد يشد والتاني يرخي. ده خطأ في التربيه، المفروض احنا الاثنين نشد واحنا الاثنين نرخي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا مثلا ماما قالت لا على حاجه، فما ينفعش بابا اقول لها، اقول لك ايه اعمليها، سيبك من امك، امك دي مدققه ومش فاهمه، وتيجي الام مثلا باباك يمين ده سيبك منه، وعارف حاجه عنك، هو عارف حاجه. فنلاقي ان احنا ايه، ان الاب والام كل واحد عايز ياخد حد من طرفه، فيبداوا يبوظوا الاولاد. لو الاسره سليمه يقول له ماما، هي ماما قالت ايه، والبنت تقول لها هو بابا قال ايه، قال اه يبقى اه، قال لا يبقى لا. طب بابا قال اه وماما عايزه تقول لا، يبقى لا، نقول لها طب تعالي نقول لبابا عشان نقنعه، فاللي جاي منه اه يجي منه لا، واللي جاي منه لا يجي منه اه. فالشطاره هنا الاسره السويه تلاقيها مترابطه، فلازم يكونوا الاهل موجودين. وخلي بالكم ده بيستمر، يعني حتى احنا واحنا كبار بيكون عندنا نسبه عناد، ان احنا بنبقى عايزين نثبت شخصيتنا. التوجيه الكتير والاوامر الكتير والحاجات الكتير
اللي بتحصل من الاب والام بتفصلنا. فتلاقي البنت والولد يختاروا لهم، بيظنوا ان هم خبره اكتر منهم، ان هم فاهمين اكتر منهم، فتلاقي صراع اجيال. الاولاد يقولوا اصل انتوا دقه قديمه ومش فاهمين جيلنا، والاب والام يقول لك اصل انتوا يعني مش فاهمين. ايه اللي فاهمك؟ طب ما انت ايه اللي فاهمك ان انت فاهمه صح؟ وبرده الاولاد ايه اللي فاهمهم ان هم ماشيين صح؟ ممكن برده يكون مضحوك عليهم. هي الفكره هنا في البالانس، في التوازن. فالاوامر المباشره وتوجيه النصح الكتير والارشادات الكتير ده بيعمل لنا امراض نفسيه. وخدوا بالكم ان ده بيخوف الاولاد. يعني مثلا تلاقي الام مثلا تخوف البنت من سن الزواج بتاعها، تلاقي البنت مشوهه خايفه جدا، تحس ان العمر بيجري بيها، فتبدا ان العقده دي تلازمها. فممكن فجاه كده اي حد يضحك عليها وترمي نفسها من غير ما تحس، لان هي ترسب جواها الخوف. اوعوا تقولوا لي ما فيش حد ما بيضعفش. ممكن يجي وقت وتلاقي البنت ضعفت والواد ضعف، يعني الزن على الودان اكتر من الساحل زي ما بيقولوا يعني. الحوار والاستماع افضل من تقديم النصح. بدل ما انت تقدم نصح لابنك وبنتك، اعمل معاه حوار واستماع. ده هيفرق معاه جدا، لان احيانا الحوار هو نوع من الاهتمام. اتنين، عدم الانتقاد. الانتقاد بينشأ شخصيه مضطربه نفسيا وغير سويه. انت تنتقد فكرته، تنتقد لبسه، تنتقد شكلها، فده بيشوه الاولاد. زي مثلا بنت وام تقول لها العريس جاي يلبسك كعب عالي، اعملي شعرك، روحي اعملي كذا. فتشعر البنت بعدم القبول، لان الكعب العالي ده هو اللي هيديها قبول، ومن غير الكعب العالي مش هتبقى مقبوله. فتبدا ان هي يحصل عندها ايه؟ عدم قبول لنفسيتها وشخصيتها، وبالتالي تنشا البنت مهزوزه، مضطربه نفسيا، غير سويه نفسيا. فده كله بيؤدي الى اضطرابات نفسيه وسلوكيه وفكريه، ويخلينا نبقى للاسف مهزوزين. آه طيب، خليني ان انا الموضوع بصراحه هقوله على مرتين، سامحوني النهارده بس هكتب بحاجه، وبعدين يعني هنقعد مع بعض 5 دقايق الحوار والاسئله، مش كتير النهارده معلش. ايهم اشد خطوره، هل التدليل ولا القسوه؟ لما تلاقي مثلا الناس اللي بتقول الصوت بيقطع اهو، التدليل ولا القسوه؟ التدليل اشد خطوره من القسوه، لان التدليل بينشأ اطفال وشباب فاشلين. التدليل لا يصنع رجال، التدليل لا يصنع شخصيات. عمر ما في واحد اتربى على التدليل وتميز او نجح في حياته. فاذا تربيت على التدليل فانت شخص مشوه نفسيا، زوج فاشل وزوجه فاشله، وتلميذ فاشل وتلميذه فاشله. والقسوه غلط، بس تخيل انه ممكن القسوه يقول لك اللي اتعمل فيا مش هعمله في اولادي. فقد يكون اوقات معينه ان هي تعمل معانا نتائج ايجابيه، لكن التدليل لا يمكن ان هو يعمل شخصيه ايجابيه، بل بينشئ شخصيه غير جديره بالمسؤوليه وزوج فاشل وزوجه فاشله. الطفل الطفل والمراهق اللي بينشأ في أسرة العلاقة الزوجية محطمة بينهم ومشاكل زوجية، ينشأ شاب يتلذذ في سلوكياته العدوانية دون أن يشعر بالذنب. عشان كده الشخصيات النرجسية والسيكوباتية ممكن يكون مصدرها إيه؟ أسرة غير سوية، أسرة تعمدت إيذائه وضربه والتقليل منه ومن قيمته والتنمر عليه والضحك عليه، واللي يقول له يا تخينه، واللي تقول له طولك بقيت زي النخله ولا زي الشجره ولا زي الباب وبقيت اطول من ابوك. فالتنمر ده اللي بنشوفه من الاسره بينشئ شخصيات مهزوزه، بينشئ اطفال مشوهه،
بينشئ فينا شخص مهزوز غير سوي، غير قادر على النجاح، غير واثق في نفسه، مش قادر يثق انه ممكن ينجح، مش قادر يثق انه ممكن يتميز، ينشأ عنده مخاوف مستمرة وهكذا، ما يعرفش يواجه، ما يعرفش ينجح، فتلاقيه خايف من كل حاجة يعملها، ويخاف من كل حاجة يقبل عليها. ليه؟ لأنه اتربى على الخوف، وتربى على إنه شخص مهزوز ومشوه نفسيا. فإذا أنتوا نشأتوا في أولادكم النقد المستمر وغياب الأمان النفسي، هتشوفوا الأولاد للأسف مشوهين نفسيا. فيا ريت إن احنا نكون أسوياء نفسيا عشان نخلي أولادنا كمان أسوياء نفسيا. أنا بس النهاردة كده بكتفي، ولو حد عايز يسأل أي سؤال يتفضل. عايز أشوف بس الأول اللي بعت نجوم عشان أشكره. دي أول حاجة أعملها، الناس اللي بعتت نجوم: دينا جرجس، جود ايفنينج دكتور أمير، وي سو براود تو فيو، و300 نجمة. ميرسي جدا يا دينا، 300 نجمة من أمريكا. 200 نجمة التانيين مين؟ دينا برضو، دينا 200 نجمة من أمريكا. ميرسي يا دينا جدا جدا، شكرا على 500 نجمة. يا سلام بأمانة، يعني ياسمين دايما نبتدي على طول بيكي، ان هي اول سؤال بيظهر اول كومنت بيظهر قدامي: مساء الجوري والياسمين ونور الدكتور شانالك كتير. ميرسي يا ياسمين. أميرة بتقول خير الامور الوسط، ده طبعا ان انا اخلي الموضوع وسط ده افضل شيء. ام يوسف: والله للاسف يا دكتور ده اللي بيحصل، التنمر والاسلوب الوحش، ربنا يستر على اولادنا. نتعلم ان احنا ندي القيمه الحقيقيه لاولادنا من غير ما نتنمر عليهم، من غير ما احنا نركز على السلبيات، لان التركيز على السلبيات بيزود السلبيات وبيقلل الايجابيات. لكن انا لو ركزت على الايجابيات هبص الاقي الايجابيات هي اللي بتزيد والسلبيات بتقل. النقد بيصنع شخصيه فاشله، زوجه فاشله وزوج فاشل. يعني عارفين لما تلاقي الزوج يقول لك انه اصل انا بنصحها عشان عايزها تبقى تاخد بالها، هذا الزوج فاشل في تربيته. فبالتالي ان التربيه الناقده لا تصنع اشخاص اسوياء. بعد كده كلها بتقول هو فاقد الشيء يعطيه ولا يعطيه. على فكره فاقد الشيء كثيرا ما يعطيه وبشده، مش شرط. يعني دي مقوله غلط على فكره ومش صحيحه بالمره. يعني انت لو انت فقدتي شيء مش نفسك تدي لاولادك اكتر منهم؟ فقد تعليم، فقد حنان. بالعكس احيانا الام اللي فقدت الحنان تدي الحنان لاولادها لحد ما تغيرهم حنان فتفشلهم، فده كلام مش مظبوط. تمام. بتقول مش هشد عليهم يطلعوا معقدين ولا دلع يطلعوا بايظين، التوازن في كل شيء. ياسمين بتقول انا غبت يومين، كنت في مستشفى، تعبت، اشتقت لك، فقدتك يا دكتور امير القلوب. الف سلام عليك يا ياسمين، قولي لنا في مستشفى ايه واحنا نجيلك كلنا. دينا تستنى نجوم امريكا كلها يا دكتور، ربنا يفرح قلبك. ميرسي يا دينا، شكرا جدا. نرمين: بس احنا لازم نوجه. لا مين قال لك ان احنا لازم نوجه؟ احنا ممكن التوجيه في حد ذاته ممكن يكون انت رؤيتك الغلط في الموضوع، انت تنشئي فيهم الثقه، وبعد ما تديهم الثقه قولي لهم الصح من وجهه نظرك. لكن لكن انت لو انت قابلت ابنك او بنتك بالنقد هيبعد عنك ويروح لاصحابه ويسمع كلام صحابه، لكن دعم قراره بعد كده قول له وجهه نظرك. فمثل بتقول يا دكتور المشكله ان جوزي كان دايما بيسافر، انا كنت ام واب، واما هو قعد وبطل سفر صدمت فيه في كل حاجه من جوزي ولا زلت اصلح. معلش يا يوسف، بس هي التربيه مسؤوليتك انت، فحتى لو الاب مسؤول انما التربيه هي من دور
الأم. دكتور في سن معلش في سؤال وقع مني. لو الطفل 9 سنين هو ذكي بس شقي جدا وعنيد جدا، كلمة ذكي دي كأني ما سمعتهاش، لأن لحد ده مقياس الذكاء. ليه حاجات كلها بتحتاج مقاييس عشان نقدر نحددها. مفيش حد بيشوف ابنه مش ذكي، لكن الذكاء ده بتحدد مقاييس ذكاء مش باللي انت شايفه ده. دكتور في سن بيكون مشاعر الشاب او الشابه ثابت في اختيار شريك الحياه، لا حسب النضج. سناء صلاح، أهنيك يا حبيبي على وصولك لقلوب محبيك وتعليمنا كل مفيد. الله يباركك ويبارك خدمتك. شكرا جدا أستاذ سناء، ربنا يفرح قلبك يا رب. مين قصدي بالنقد عمره ما هيجيب نتيجة بالظبط، برافو عليك. ياسمين بتقول مستشفى السلطة الحمد لله طلعت إن شاء الله تحسن. مساء الصديقات البرنامج وتحية الغالي منور عمر على كل الناس يا غالي. شكرا ياسمين وألف مليون سلامة والحمد لله على السلامة. طيب كل حاجة تقول لنا مواصفات شريكة الحياة ليك. لا ما عنديش مواصفات. أم يوسف والله يا دكتور ربنا يبارك فيك ويقويك علينا وعلى مشاكلنا. لا خالص، ده أنا اللي بتشرف وباخد بركتكم صدقيني. نرمين تشيلته الدكتور أمال ميرسي نرمين ربنا يخليك. لو الطفل علاقته بالأب والأم عنيفة كألفاظ وعدم سمع كلام الصرف إزاي؟ نرجع إن إحنا نظبط السلوكيات عند الأب والأم، لأنه استحالة 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 يكون ده ناتج من الولد من نفسه، لازم يبقى فيه خطأ في التربية. فنرجع إن إحنا نظبط ده ونبني علاقة سليمة بينهم. ملك ابتسم عشان الدنيا تضحك. حاضر يا ملك. هناء الرب يحفظك، كلامك كله صح. ميرسي أنا ربنا يخليك. عويضة فوزي، طب النضج الطبيعي يبدأ من سن كام؟ صدقني يا عويضة ماليه سن، وممكن يبقى 50 سنة ومش ناضج حسب عوامل النضج. يعني فرضنا راجل شايف نفسه ان هو صح وتفكيره صح وكلامه صح وتوقعاته صح، ويبقى خلاص طول عمره انه مش ناضج، يعني ما لهاش علاقة. النضج يبني على العلم والثقافة والخبرة وليس السن. السن مجرد رقم. ففي ناس بتبقى لسه في سن المراهقة وعندهم 50 سنة. فالنضج ده عوامل. هو ايه تعريف النضج؟ خليني اقول لك يعني ايه تعريف النضج. النضج هو اكتمال نمو الوظائف العقليه والنفسيه في الانسان، مش النضج الجسدي. النضج الجسدي ده ليه اجابات كتير، انما النضج النفسي مرتبط بالثقافه والعلاقات والافكار والحاجات اللي درسها الانسان، نبدا نقول ان في نضج. ياسمين بتقول نصيحه الولاد عاملوهم بالتوازن، ما تدلعهم زياده دلال زياده ولا تكون شديد عليهم، توازن بصراحه. كمان تنمر على شكل على أسلوب تربية. شكرا يا ياسمين على النصايح الغالية جدا. نرمين بتقول عمرها ما كانت بالسن. طبعا مش بالسن. السن مجرد رقم. أمل أبو الخير، أيوة أنا أشهد بكده 50. ولسه مخه على قد ونعم بالله أهو، وشاهد أشهد من أهلها. صدقوني مش بالسن. يعني أنت ممكن تلاقي ناس عمرها 50 سنة. هو كام 50 سنة بالظبط، ولسه غير ناضجين، فكرهم مش متظبط. سوزان سمير منور دكتور امير ربنا يفرح قلبك. ميرسي يا سوزان. ميرنا
ممكن يا دكتور تكلمنا في مرة عن ازاي نتعامل مع الولاد والبنات اللي في سن اعدادي ولو مش بيسمعوا الكلام خالص نتعامل. هو الجزء التاني يا ميرنا عن الموضوع ده ان شاء الله. يعني هو احنا قلنا جزئين، فده الجزء الاولاني، والجزء التاني ان شاء الله عن التعامل مع الاطفال مع السن ده، وازاي كمان لما نكتشف ان هم في علاقة عاطفية وكده يعني. مريان عادل، ميرسي على الفيديوهات القصيرة حلوة جدا وبتيجي في وقتها دايما، ربنا يبارك خدمتك وكلماتك. ميرسي يا مريان، ربنا يخليك. أنا بحب الفيديوهات القصيرة دي، كنت كده لسه صاحي على أول الصبح وبنشاطي فبديكم فيديوهين 3 كده. ياسمين، سؤال يا دكتور، هل يوجد حب بعد سن ال40؟ هل الحب ليه عمر؟ تقصد إيه من السؤال ده يا ياسمين؟ واي نوت. حب بعد ال40 وبعد ال50. في مرة بيسألوا واحد بيقولوا له هل ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ فقال له يجي بعد الجواز، بس المهم مراتك ما تقفشكش. فاهمينها ولا مش فاهمين؟ طيب، فحب براحتك يا سيدي. مريم أمير بتقول هي الفيديوهات بتنزل على التيك توك؟ بنزلها على التيك توك. بنزلها بس هتلاقي يعني رقم واحد الفيس، لكن برضه برفع، يعني هتلاقي كل الفيديوهات موجودة على التيك توك برضه. كل بتقول لك ياسمين حب براحتك. يا لهو، حب زي ما انت عايز. نرمين، انا بحب حتى انت يا نرمين، انا بحب اي حاجه منك، فيديوهات حلوه ولايفات والبوستات تجنن، كله على بعضه حلو. ميرسي جدا 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 يا نرمين. مارينا ستيفن، دكتور امين، مساء الورد والفل. ميرسي جدا يا مارينا، مساء الفل. بيشا جيد، في امريكا بيحبوا اي سن عادي، المهم حياه طبعا. هوبا بقى هننزل بالقصايد. ياسمين نزلت باول قصيده. سألوني كتير، قلت بقى لا ده مش دي من عندي. سألوني مين دكتور أمير، قلت قمر وعيون حلوين. قالوا لي غالي، قلت أكتر مما تتصورون. قالوا لي ما اسمه، قلت وردة في البساتين ونور العين هو بالروح بالدم والشرايين. ميرسي ياسمين جدا على الكلام الحلو ده. لان مين أنا؟ أميرة بتقول وصلت. آه، فل بتقول احنا نحب عن نفسنا. طبعا الحب هو ايه؟ هو روح الحياة. طيب، أعتقد احنا كده حلوين. الحمد لله سلامتك يا أميرة، بس انت جيتي متأخر. احنا خلاص بنخلص اللايف. مارجو عزت، ربنا يعوض حضرتك ويبارك حياتك وخدمتك. ميرسي جدا يا مارجو. نرمين، واللي مش عارف يحب اسألي ياسمين، بسيطة وسهلة يا نرمين. هي الحب هما 3 حاجات بيدعموا كل مراحل العمر عند الإنسان. آه، آه، الحب، الاهتمام، التشجيع. الإنسان طول عمره بي- بيحتاج للحب مهما كبر في السن، ويحتاج لاهتمام ويحتاج للتشجيع. فطول العمر هيحتاج للحب والتشجيع والاهتمام، فمش هنبطل نحب نفسنا. وخلي بالكم، أول علامات أول علامات الحب إن أنا أحب نفسي، ولما أنا بحب نفسي بقدر أحب غيري، لأن أول علامة من علامات السواء النفسي هو أنا أحب نفسي.
فدي البداية ان احنا ايه؟ ان احنا نحب نفسنا. فالبداية دايما ان الشخص يحب نفسه. حب مضاد للاكتئاب ده اسم الكتاب بتاعي انا يا استاذ عوض، اكيد تقصد كده. في كام سؤال عاد تاني هرجع لهم بس. مريان بتقول ميرسي. لا دي جبناها. هو حضرتك تستاهل نجوم بس انا مش عارفه تتبعت ازاي. بصي يا مريان، هو صدقيني انا ما اعرفش، بس هي بيبقى برصيد بيتشحن من الفيس ويبعته، فما تتعبوش نفسكم يعني. الكتاب ده نفذ للاسف. للاسف نفذ. بس انا قريب، هو اسمه الحب مضاد للاكتئاب. قريب جدا هعمل كتاب الحب مضاد للاكتئاب تاني هطبعه، وهو كان في امريكا على فكره. آه وفي كتاب كمان اسمه بحبني، وفي كتاب اسمه الأمان النفسي آه في الحب وفي الزواج والحاجات دي كلها. دول الثلاث كتب إن شاء الله اللي هيبقوا قريب موجودين، وهطبعهم قريب جدا إن شاء الله. لمين قلت أنا كلمت دينا عشان أعرف منها ومش عارف أعمل يا جماعة؟ لا ميرسي خالص. ولا أنا آخده هدية بقى طبعا، واعتبر الكتاب وصل لك هدية. أنا عندي كام نسخة طبعا منه، لكن هو نفذ وكان في أمريكا على فكرة وفي أوروبا، وسافرت كمية وكلها طلعت. يعني بمجرد ما ما أنا أعلنت على الصفحة الناس كلها خدته. ياسمين بصراحة لازم تكون دكتور مستشفى عشان تشوف تك علاج كل مريض. ميرسي ياسمين جدا. بصي في أمريكا في هقول لك فين حالا. في مكتبة دار أنطون في نيو جيرسي، ده موجود آه، في الكتاب. يعني في نسخ لسه موجودة وبيتباعت كمان الدليفري. فرع آه، أمريكا في دار أنطون أو نيو جيرسي تقريبا في أمريكا. نرمين أنا عايزة الكتب دي عينيا الاتنين. أول ما تنزل إن شاء الله شجعوني، بس إن أنا إيه، إن أنا طب كويس جدا. هو هتلاقي الكتاب هناك موجود، اسمه الحب مضاد للاكتئاب. وإن شاء الله قريب قوي أطبع لكم الكتابين التانيين. ده حاجة. الحب يصنع المعجزات. إن أردت أن تعيد إنسان الحياة ضع في طريقه إنسان يحبه، إنسان يؤمن به، فالعقاقير وحدها لا تكفي. أخبار المسابقة إيه؟ اقترحوا لي هدايا وجوائز نقدمها لهم. احنا مش عايزين نتعب الناس وتعمل فيديوهات ومسابقات، وأوعدكم إن أنا أعملها قريب جدا. و... وإن احنا إيه، وإن احنا ما نقدم لهمش هدايا قيمة. فهو اللي موقفني موضوع الهدايا. فقولي لي احنا نعمل هدايا إيه، وأنا مستعد إن أنا هبتديها في أقرب وقت وأقرب فرصة إن شاء الله. مريم بتقول أنا بحب المقولة دي جدا، لأنها حقيقية وفعلا يعني. بعيدا عن الناس اللي بتقلل من الكلام ده وبتقول لك يا عم بلا حب بلا بتاع بلا مش عارفه ايه، وهو بقى فيه الكلام ده. عايز اقول لكم اللي هم بيدوا حب مش هيقولوا كده. ميرسي يا اميره، ربنا يخليك يا رب. سلوى مساء السكر، ربنا يبارك في خدمتك. ميرسي يا سلوى جدا، سلوى عادل. عموما انا بشكركم جدا على المتابعه. اللايف اللي جاي ان شاء الله يكون الحد
الاثنين اللي جاي. ياسمين هو الخسران حبيبتي، صحتك وحياتك اهم. طبعا ياسمين. ثم ياسمين دي من الناس المتميزه عندنا جدا. اه فل بتقول عايزين نعمل لايف ضحك. كان في مش كان كان في نادي في نادي في الهند اسمه نادي الضحك. الناس بتدخل فيه بس عشان تضحك، ودي حقيقيه، لان دايما قلت لكم ان الضحك بيزود هرمون اسمه الاندورفين. ف فالاندورفين عندنا يزيد بكده. ممكن نعمل فكره لطيفة. اقول لكم فكره. انا بفكر بعمل دلوقتي، بعد الفيديو لطيف قوي، بس مش هقول لكم عليه. انا كنت اقول بس استنى الاول ما اقولش عشان هو يطلع حلو صغنن كده و... ودمه خفيف وكده يعني. فان شاء الله لما يكون قرب بيتعمل اقول لكم عليه. بيعلموهم الضحك، بيدخلوا فيه بيضحكوا. ايه احسن مواضيع تنفع لسن اعدادي في مدارس الاحد؟ مواضيع البطولات، اي حاجه فيها بطوله. يقول لك مثلا جون سينا ومش عارفه ايه، بس مش هتكلموا عن جون سينا طبعا. طبعا بيفرز هرمون الاندورفين، فبيخلي الانسان نفسيته كده كويسه. زي كده نفسيتي بتبقى حلوه لما اشوفكم ولما اتكلم معاكم. فطبعا يعني دي حاجه بتحسن النفسيه. يعني النفسيه لو 0% معاكم بتبقى 200%. ميرسي ياسمين. يا سلام، ده انت تنوري مصر وتنوري الدنيا. اهلا بيكي في مصر كلها تنور، وخصوصا الايام دي يا ياسمين احنا محتاجينها تنور. يعني خصوصا الايام دي، يعني الواحد اللي بيحب الناس يقول له روح يا شيخ، ربنا يجعل الكهرباء دايما في وشك. تخلي الناس، احنا ممكن نخترع اسم موضوع كده ونقول ان الضحك والصحة النفسية اهو. جمعنا الموضوع ولا تزعل. مريم أمير، حضرتك دكتور عظيم. ميرسي يا مريم. بس أنا يعني فاكرين بتاع البوست بتاع ابن خالتكم ده يوسف وسارة عزت. ميرسي جدا طبعا على الكلام الحلو. هو اللايف عن ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن بالهداوة ومش بالقساوة، عن تربية الأطفال. ممكن ترجعي تحضريه من الأول. طب يوسف، تسلم يا رب ويخليك تفرح يا رب، بس لما تتجوز يبقى تعزمنا أكيد طبعا. نرمين، فكرتني بأولادي كانوا يحبوا جون سينا والمصارعة طبعا. كل الأطفال كده. الكهرباء عندنا بتقطع كده يعني ما شاء الله عندنا. لا، هي الكهرباء عندنا بتوصل أحيانا حاليا يعني. سلوى، مواضيع، لا مواضيع ايه، انا قلت لك عن البطولات بس. لكن ياسمين، أمنيتي أشوف مصر أهلها، أمنية حياتي قبل ما أموت، بحبها، أنت غالي، أغلى حاجة عرفتها دكتور أمل. بس ياسمين تنوري مصر كلها. إحنا نعمل لايف كوميدي وأنا عليا الكيك. أنا كنت لسه بقول أنا نفسي إن الواحد يجمع كده فانزات الصفحة ونطلع بيهم رحلة. الجو يجنن يا دكتور، الأردن بتسلم عليك روان. سلمي لي على روان الأول. طبعا أنا عارف إن الأردن من الدول الجميلة، من الدول الجميلة جدا فعليا يعني. يا سلام، ده يشرفني ويسعدني إن أنا أجي الأردن. الأردن كام سنة الأخيرة بقى بيروح لها ناس كتير، آه، من من الشباب بيخشوا فيها كليات طب وصيدلة وحاجات زي كده يعني.
اه الفكرة حلوة، يلا بينا نطلع رحلة. ما احنا وانا برضه هاكلها ازاي، ما انا مش عارف زيك برضه. بالإيحاء. مصر أم الدنيا، أهلا في حضرتك والصديقات. لا ياسمين إيه، كفاية ياسمين طبعا، من الشخصيات المهمة جدا جدا عندنا. احنا نعمل إن شاء الله كده تورتة في آخر محاضرة في كورس علاقات صحية اللي احنا هنبتديه تاني قريب إن شاء الله. آه، هنصورها وننزلها لكم بقى. يلا أنا أعلنت عن المفاجأة أهو بدري بدري. خالص ياسمين، ده أنت منورة الصفحة كلها، من الشخصيات المتميزة عندنا واللي كلنا بنحبها في الصفحة، وبنحب إن إحنا نشوف تعليقاتها الجميلة واللطيفة والحلوة والحاجات دي كلها. معلش هتتفرجوا على التورته. لا لما نيجي مثلا احنا نيجي ناكلها عندك في بلجيكا، اكيد هتبقى تورته مختلفه عن تورته مصر. بالظبط. اللي هيجي يا جماعه هياكل من التورته. احنا انت قلت لنا يا ياسمين انت وعدنا بشوكولاته، احنا ما نسيناهاش على فكره. اميره، هنعمل ايه بالصور؟ على فكره اميره انت من حلوان، انت جنبنا. اميره من الناس اللي اشترت الكتاب على فكره، وكانت راحت جبتيه من فين يا اميره تقريبا؟ جابته من كنيسه العذراء اللي هي على البحر في المعادي، وكانت من اول الناس اللي جابت الكتاب، انا ما نسيتهاش. لان هي اميره من الناس المحترمه جدا جدا والغاليين عندي جدا، ومن الفانزات بتوع الصفحه اللي هي يعني مختلفه ومتميزه جدا بصراحه. ففاكر ان هي راحت جابت الكتاب من كان اقرب مكان ليها كنيسه المعادي. شوفي يا اميره انا فاكر ازاي. فاميره شخصيه في قمه الادب والاخلاق بصراحه. برافو عليك. عايز اقول لك ان فعلا مش بس تورته مصر واكل مصر كمان. انا برضو لما رحت دبي الشهر اللي فات، فالناس سالوني ايه رايك في الاكل، قلت لهم مصر احلى بكتير. عايز اقول لكم الفاكهه، وانت طبعا هتوافقيني في الكلام ده، ما تستطعمهاش غير في مصر. الناس اللي مش عارفه قيمه مصر، ما تستطعميش الفاكهه غير في مصر. انا عايز اقول لكم كنت باكل الموز كانكم بتاكلوا لفت. بجد. او فجل كده، عارفين راس الفجل دي؟ كانكم بتاكلوا كده، ما تحسوش باي طعم. ميرسي يا أميرة، تستاهلي كل ده طبعا واكتر. فلا مصر جميلة بأكلها. مختلفة في إيه بقى؟ التورتة يعني. ميرسي ياسمين، الشوكولاتة والورد والحاجات الحلوة. طبعا. وأعتقد مش بس في اسكندرية، أنا كمان في مصر كلها. سمك في اسكندرية في الغردقة وفي شرم، الأماكن اللي هي فيها سواحل وبحر بيكون السمك فيها مختلف. فمصر هي فيها أرض خير بصراحة. بلجيكا أحلى، أنا عندي انتماء البلد اللي عايشة فيها. لا ما أنت بتضحكي بقى. أكيد أنت بتقولي كده وخلاص. لكن لكن مصر هي الوطن طبعا في الأول والآخر. ياسمين بتقول نسيت مرضي معاكم، فرحت بطلت أبكي سرت. يعني دي حاجة تفرحنا جدا. أنت لو هتخفي ياسمين احنا هنعمل لك لايف كل يوم ونطلع معاكي عشان تبقى أنت إيه، مبسوطة.
نرمين، طب بالنسبة للنور اللي كل شوية يقطع والقرار الجديد هيقضوا يوم شغل في البيت. يعني عشان يخلوا الكهرباء تقطع. وبرضه هم يعني مش بس عشان الكهرباء، عشان درجة الحرارة. دي خطوة كويسة، وخلي بالكم يعني موضوع الكهرباء هو كان ممكن يبقى أسوأ من كده. بالعكس، ده كده يعني هم بيحاولوا يقللوا قدر المستطاع. دي أجمل آية: مبارك شعبي مصر. البابا تودروس قال إذا كان العالم في يد الله فمصر في قلب الله. فدي مقولة جميلة جدا. الأطفال بيحبوني عشان بجيب لهم الشوكولاتة. عايز أقول لكم إن سعادة الأطفال دي بتزود عندنا هرمون السيروتونين، هرمون السعادة، وده أهم هرمون موجود عند الإنسان. يا ريت كلنا بقى نتعلم من ياسمين. جانا دفع الوطن بوجود الأحباء. طبعا إنسان يحس بقيمة الحياة لما يشعر إن حواليه ناس كتير. ياسمين يا رب يحفظ مصر. أنا ميرسي ياسمين، ربنا يخليك. دي من الأقوال الجميلة لقداسة البابا. وكل بهجة نجيب، كل سنة وحضرتك بخير، وحضرتك بخير يا رب. ميرسي جدا. طيب، أشكركم مع الوقت الجميل واللطيف ده. إن شاء الله المرة اللي جاية نلتقي في لايف جديد ونتكلم، يا إما نكمل الموضوع ده يا إما نغير وبعد كده نرجع للموضوع ده مرة تاني. فأنا بشكركم جدا، ويا رب تكونوا بخير وتصبحوا على خير. ربنا يا رب كده ما يقطع لكم كهرباء، ولا كده تصحوا مفزوعين على درجة الحرارة الصعبة اللي احنا فيها دي. أشياء تجلب السعادة، طبعا الصدقة من الخير، حب الناس، كل دي حاجات بتفرح القلب. يا رب كلنا نتعلم إن احنا نحب نفسنا ونحب الآخرين بلا مقابل، وندي بلا مقابل، ونحب أولادنا بلا مقابل، علشان دول الكنز اللي احنا بيراعونا وبيحافظوا علينا وبيكونوا معانا وبيسندونا. لأن احنا لما بنحب أولادنا احنا بنحب نفسنا، ونقبلهم قبول غير مشروط وحب غير مشروط. عايزين توصلوا لهم سواء نفسي، حبهم حب غير مشروط وقبول غير مشروط. كده انتوا وصلتوا بيهم لبار الأمل، دون تعقيدات، دون نقد، دون توجيه. سهلوا عليهم الحياة، بسطوا عليهم الحياة، بسطوا عليهم الدنيا. هتلاقوا الدنيا لطيفة. ما تخليهمش يجاوبوا بخوف، ما تخليهمش خايفين. كل الحاجات دي هتفرق معاهم جدا. أميرة بتشارك معانا بقصة جميلة، بتقول في راجل جارنا معاه شوكولاتة في جيبه، وطول ما هو ماشي بيقعد يوزع اللي قبله. يعني أمين زي لا، ما فيهاش إحراج يا أميرة، بالعكس دي حاجة لطيفة وجميلة. حتى لو عملت كده مع حيوانات الشارع ده في حد ذاته شيء عظيم جدا. أفكار جميلة ولطيفة وعايزين إن إحنا تعالى كلنا ناخد تدريب إن إحنا نعمل كده مع الناس اللي حوالينا، ونوزع شوكولاتة وللأطفال وللكبار، حتى الحيوانات بتاعة الشارع نجيب لهم دراي فود. أشوفكم على خير وتصبحوا على ألف خير وسلامة. ميرسي جدا وباي باي.